عارفة الكائن اللي طول الوقت بيكسر في الحاجة ويشخبط على الحيطة وفي الآخر يقولك مش أنا وبعدين يختفي. يعني أنا سألته مين اللي كسر دي بمنتهى البجاحة يقولي القطة اللي كسرتها. ده مشروع نصاب كبير لما يكبر ده ولا إيه؟ أكيد لازم أعاقبه فورا عشان ما يعملش كده لما يكبر، وعلشان يتعلم يبطل الكذب ده فورا. انت بس عايزة تعرفي ان قبل ما نفتح المحكمة ونعاقبه، الطفل وهو صغير لحد عمر 5 ل6 سنين الخيال والواقع بيكون في تداخل بينهم. غالبا اصلا الطفل بيكذب علشان خايف من رد فعلك، مش عشان هو مخادع، هو بس خايف يخسر رضاكي وحبك. يعني سيبه يكذب عادي؟ لا، بس لازم تركزي على الحل مش اللوم. فبلاش تقولي مين كسر دي، لان ده سؤال فخ بيجبره يدافع عن نفسه فبيكذب. ممكن تقولي أنا اتخضيت لما الكوباية اتكسرت، يلا نلمها سوا. انت كده بتبني الأمان بدل ما يتعلم الكذب ويستمر عليه علشان بس ينجو. وافتكري دايما الطفل مش عايز أم مثالية، هو عايز أم واعية. وقبل ما انهي الكلام، عملتي تمرين النفس النهاردة؟